ايه هو البلانكو والفرق بينه وبين المونة العادية اثناء التشغيل؟ تعالوا اقول لكم. البلانكو ده من المواد المصنعة، بتبقى عبارة عن بودرة بيضة بتتقلب في المية وبنستخدمها في عملية المحارة، ودي بديل للمحارة العادية السمراء. مونة البلانكو الشكارة فيها بتبقى عاملة حوالي 30 كيلو، والطن بيبقى حوالي 33 شكارة. الطن بيفرد حوالي 60 متر مسطح، ودي مقارنة بالمحارة كويس جدا. البلانكو كمان مش بيحتاج طرطشة زي عملية المحارة، يعني بيوفر لنا في بند الطرطشة من اسمنت، علشان خاطر اللي هو بيتعمل على الحيطة مباشرة. بعد ما بنرش الحيطة بنبدأ نشتغل بمادة البلانكو على طول. كمان من مميزات البلانكو ان هو بيتعمل على اي سطح، سواء محارة قديمة او بيتعمل على طوب احمر او على الخرسانه. يعني احنا لو عندنا شقه فيها مشاكل في المحاره ممكن نستخدم ماده البلانكو، بتخلي طبعا السطح املس وناعم. كمان من مميزات البلانكو ان هو ما بينزلش منه سائط كتير اثناء عمليه التشغيل، وده كمان بيوفر لنا ان احنا طبعا في عمليه المحاره بنبدا ناخد السائط ده ونرجع ندوره تاني علشان نشغله، فبيبقى فيه اتربه او غيره فبيعمل مشكله في الحيطه. البلانكو ما بينزلش منه سائط كتير. كمان من مميزات البلانكو ان هو بيعمل عازل للحراره، فممكن نستخدمه في الاماكن اللي هي الشمس عاليه فيها شويه، ده بيدينا ميزه ان هو بيعمل عازل للحراره. البلانكو كمان لو انت عاوز تدرب الماده بتاعه البلانكو وتشتغلها على الحيطه، بتبدا تشتغل ب 65% من الميه في برميل او في التكنه، وتبدا تحط عليه شكاره البلانكو وبتبدا تقلبها بمضرب اوتوماتيكي، ويبدا بعد كده عمليه التشغيل. ومعاك من ساعه ل 45 دقيقه لحد ما يبدا يشك الشك المبدئي علشان خاطر تقدر تشتغل بيه. كمان ماده البلانكو تقدر تربي للجنب، لو عندك جنب محتاج تربيه لحد 15 سم بتبدا تربي 5 سم وتستنى ساعتين، وتبدا تربي 5 سم تاني وتستنى ساعتين، وتبدا تربي 5 سم تاني. عكس المونه العاديه انت ممكن تعمل 2 سم وممكن تستنى يوم او يومين علشان تبدا تربي عليها تاني 2 سم او 3 سم تاني. ودي من المميزات بتاعه البلانكو.